السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل لكم النهارده ان شاء الله باذن الله شوربة لسان عصفور بالخضار. ممكن تعملها طبعا بالخضار، بسلة، فاصوليا، كوسة، جزر، بطاطس، يعني مجموعة الخضار دي. ممكن تعملها باللي عندك. انا عاملة يعني عندي جزر وعندي بطاطس، ف هعملها لكم وهتشوفوها هتعجبكم قوي. نسمي الله كده. دي حتة زبدة تديها طعم. دي كوباية لسان عصفور، كوباية وشوية كده. هحط انا بقى البطاطس والجزر مقطعاهم مكعبات عشان يتحمروا معاهم شوية. طبعا تشويحة الخضار دي بتدي طعم طبعا، يعني زي ما قلت قبل كده بتضيف طعم مع الاكل. الريحه ايه ما اقولكوش بقى. بحب انا ريحه التحمير دي، ده جميله. دي بهارات لحمه وفلفل اسود وملح. حط لها مكعب مرقه. لما اكون عندي مثلا بسله او يعني مجموعه خضار كده بعملها بمجموعه الخضار بتبقى رهيبه، يعني بتبقى برضو بسله بتبقى جميله، والكوسه انا عارفه بتبقى جميله قوي طبعا مع الجزر والبطاطس. برضو عندك ان شاء الله حتى جزر بس اعملي بيه، بطاطس بس، كلها برضو عناصر غذائيه وحلوه، وفي نفس الوقت بتدفي بقى الحاجات دي في الشتاء. والشرب دي جميله يعني بصراحه. اي شوربه بتعمليها جنب الاكل بتبقى حلوه قوي. دي برضو شوربه لحمه. لو عايزنا نزودها تاني هنزودها. سيبها كده على نفسها تغلي. كده هي استوت، هي بتاخدش حاجه خالص. تحط كده جنب الاكل بتبقى جميله روعه بصراحه. كده استوت خلاص، بس كده خلاص. هغرفها لكم. بصوا انا غرفت الطبق اهو زي ما انتم شايفين، شكله حلو قوي قوي، وطعمه طبعا احلى واحلى. ومش عارفه اقول لكم ريحه عامله ازاي، ريحه رهيبه بصراحه، وطعمه جميل. وانتوا عارفين الشوربات دي بتبقى في الشتاء حلوه، بتدفي كده وبتعمل طاقه. طبعا شوربه العدس، شوربه المشروم، الحاجات دي كلها، شوربه البروكلي، كل الحاجات دي كلها حلوه قوي قوي جنب الاكل. شوفوا شكلها حلو ازاي، ما شاء الله. انا طبعا بمسك الطبق كده عشان يمكن يكون مش واصل في التصوير. يا رب تكون عجبتكم،
وتعملوها كده وتهنوا. لايك وشير، فعلوا الجرس عشان الوصفات توصل لكم. سي او سلام عليكم.